حقيقة صار لي تقريبا أكثر من 6 سنوات أنا أسوي الفلافل بالبيت، أبد ما أجيبه من السوق. يا أما أستخدم الحمص المجروش أو الحمص الصغار، وأكيد إذا كنت مستعجلة أنقعه بمي حار ساعتين ويصير عندي تمام، وإذا ما كنت مستعجلة لا أنقعه بمي عادي وأضيف له 4 ساعات أنقعه بقي. هنا أجيب محضرة الطعام، أضيف لازم بصل وشوية كرفس وثوم، وهنا الكمون يموت على الفلافل، وأكيد الملح لا تكثرون ملح لأن الفلافل ما يحب الملح هواية، يصير طعمه مو طيب. وأكيد من نسوي الفلافل لازم نقلي وياه بوتيتة أو باذنجان، يصير كلش يخضل. وهنا أكيد قاعد نقلي طبعا بدون قالب، أحب أقليه وأكيد يطلع ويانا فدشي يجنن وعلى نظافة وفدشي يعني. هنا راح نسوي لكم لفة. طبعا حاولنا نجيب صمون ما لقينا صمون، كانوا معزلين يعني يوم جمعة. وهنا طبعا أكيد الفلافل اللي يكون مقرمش ومستوي من الداخل، ولا ننسى بيكنج باودر نضيف عليه. وهنا أكيد عنبة ويا زلطة والخضرة اللي تعجبكم، ونسويها لفة محترمة. وسهمكم ألف عافية.